السلام عليكم، انا اسراء. عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عباره عن مفضلاتي لسنه 2016 من المكياج. انا عملت فيديو قبل كده للعنايه بالبشره والعنايه بالشعر، بس الفيديو ده هيخليه للمكياج عشان ما اطولش عليكم. فلو انتوا حابين تعرفوا ايه هي مفضلاتي لسنه 2016 تابعوا الفيديو لحد اخره. من مفضلاتي السنه دي هو الفاونديشن ده من اماندا. الفاونديشن الجديد بتاعهم من نود لوك. الفاونديشن ده حلو جدا، درجته 4. انا هعمل ريفيو كامل عليه فمش عايزه اطول فيه، بس انا عجبني واحلى حاجه فيه ان هو درجته راح على اصفر، فلاقي على نوع بشرتي ده درجه بشرتي، وهو سعر رخيص جدا بالنسبه يعني لمميزاته، فعجبني جدا ومرتاح عليه وكان اكيد من المفضلات بتاعتي. بعد كده في البي بي ده من جارنيه، اكيد كلكم عارفين ان انا بحبه جدا لو بتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي، مريحني جدا. دي درجة لايت من نوعية الرفيع ده من المختلطة للدهنية. اهم حاجة ان انتي تختاري البي بي اللي هو لايق على بشرتك، على نوع بشرتك، لا اذا كانت دهنية او عادية. ده انا بشرتي دهنية فمريحني جدا. تخطيطه خفيفة، تنفع لكل يوم وتنفع تبنيها برضو، ممكن تبقى كاملة لو حطيتي طبقتين او كده، بس انا مش بحط لان الصبح مش بكون بحتاجة طبقتين، هي طبقة واحدة بتكون كويسة. جميل جدا بصراحة، انا مريحني وسعره رخيص برضو، تقريبا 55 او حاجة زي كده. فانصح بيه اي حد بصراحة محتاج بي بي. واحلى حاجة ان هو خفيف، مش بتحسي ان انتي حاطة حاجة على البشرة، مش زي الفاونديشن بتحسي ان انتي حاطة حاجة كبيرة، يعني بشرتك مش بتقدر تتنفس، لكن ده بيبقى هادي، بيبقى هادي وخفيف. وكمان يعني بيعالج، هو يعني مفروض ان هو البي بي ده فيه مميزات ان هو بيعالج البشرة والحبوب، فدي حاجة كويسة جدا. الكونسيلر ده من لونا. الكونسيلر ده درجته 2. اكتر حاجة عجباني في الكونسيلر ده ان هو درجته راح على مشمشي، فيعني بيعمل كوريكتور قبل وبيصحح، يعني بيصحح يعني. اوحش حاجة كانت في الكونسيلر ده العبوة ما عجبتنيش خالص، يعني انا مش عارفة هو خلص ولا لا، بس كمنتج حلو جدا. الهالات لو يعني هو بيخفي الهالات لو كانت بسيطة، انا هالاتي مش يعني هالات ارهاق او كده، لكن لو هالات قوية ممكن ما يعملش قوي، ممكن ما يكونش كويس قوي للهالات القوية، وممكن تشوفي حاجة اقوى، بس انا ده اللي مريحني. وزي ما قلت هو سعره غالي شوية، يعني هو 60 تقريبا المنتج، وان الكمية لان ده ما طولش معايا، قعد حوالي شهرين او 3 بالكتير، ما اعتقدش ان هو كمل 4، فالمنتج كان قليل قوي، بس هو كان غالي شوية، يعني كان ب60 جنيه. ف بس هو يعني كان منتج حلو، وانا كان مريحني، بس مش افضل حاجة، واعتقد ان انا هشوف حاجات تاني تكون احسن ان شاء الله. بس هو كان من مفضلاتي اللي انا استخدمته فترة طويلة جدا، وكان فعلا بيخفيني الهالات. لو هالات يعني انا نازلة الصبح او كده بحطه وبيخليها لي كويسة جدا، وبيخلي وشي منور الحمد لله. بعد كده في باودر بتاعة جونسون. الباودر دي من ساعة ما استخدمتها مش بستخدم اي باودر تاني، مش هشتري اي باودر تاني لانها هي بتثبت جدا. يعني ممكن باودر، انا معايا باودر اماندا وجربت بتاعة ميبلين وحاجات تاني كتير، ممكن ما بيكونوش يعني تحت عينيا مش بيثبتوا الكونسيلر، والكونسيلر بيخطط معايا، لكن مع دي مش بيخطط خالص. ساعات برضو بثبت كل وشي بيها لاني بصراحة مرتاحة لها جدا، ودي كل الناس اتكلمت عنها. بودرة جونسون او اي بودرة تلج هتأدي الغرض يعني، فانا مريحاني جدا وسعرها رخيص، مش زي الباودر اللي هي ممكن تكون ب100 وحاجة ومش بتأدي نفس الوظيفة دي. فالباودر دي انا انصح بيها اي حد لانها بجد كويسة جدا وسعرها مناسب، وكمان يعني بتأدي الوظيفة انها مش بتخطط، مش بتخلي الكونسيلر يخطط، بتثبت المكياج بطريقة جميلة جدا وحلوة جدا. بعد كده في البرونزر ده اللي انا بستخدمه، هي بودرة عادية من ايفون، من ترو كولر على ما اعتقد، بس انا جايباها درجة اغمق وبعمل بيها برونزر. مش بحب الكونتور قوي، بس بحب ان يبقى فيه لون وبرونز، فبستخدم البودر دي. دي حلوة جدا، بتدي منظر طبيعي، مش حاسة ان هي راح على برتقاني ولا حاجة، هو تقريبا بيج بس غامق شوية، فمناسب جدا، مش بحس ان هو بيبان
يعني ساعات بحس كده، ساعات الكونتور وكده بيبين قوي، انه بيبان ان هو بارز وبيبان ان انتي اكبر، لكن انا حاسه ان البرونزر ده خفيف جدا ومش بيبين بس بيدي لون، ودي حاجه حلوه جدا. البرونزر ده كان اكيد من مفضلاتي. في بعد كده البلاشر ده من اماندا. البلاشر ده درجة 07 تقريبا من مجموعة ميس ميلانو. البلاشر ده حلو جدا، تقيل جدا. يعني انا فاكرة اول مرة حطيت بالفرشة وحطيت على خدي كله كان احمر، فبالراحة عليه علشان يعني هو بيجمنت قوي، قوي جدا. واللون اللون بتاعي حلو، اللون بتاعي رايح على بينك كده، حاجة حلوة يعني، بيديني منظر طبيعي. بس انا بتكلم على ان لو تختاري اي لون براحتك، لو عايزة مش مشي درجة 05 تقريبا. حلوة جدا البشرة الخمرية. بس انا بتكلم على القوة، ان هو قوي جدا وهيري يعني جميل وهتدعيلي لو جربتيه. هو سعره رخيص، يعني هو تقريبا 25، رخيص جدا على القوة بتاعته وجودته. وهو كان مفضلاتي. انا ما جبتهوش من حوالي، جبته من 2-3 بس عجبني جدا، حاساه احلى من لونه اللي كان معايا. فانصح بيه اي حد، ان هو فعلا جميل جدا ويستاهل كل كلمة بتتقال عليه. بعد كده في بودرة الحواجب دي من زوان، من اوريفلام. دي كل الناس اتكلمت عنها، فمش حابة اتكلم كتير، بس انا كان عجباني جدا الوانها. اللون الغامق منها طبيعي جدا. انا حواجبي تقيلة وتخينة يعني، فهو بيبقى حلو عليها، ويعني اللون حلو، بيبان طبيعي، مش بيبان لون. وبني يعني في بني بيبان يعني محمر كده، بالذات في الحواجب، متعرفيش ليه، بس ده ما كانش محمر، كان حلو جدا بني. فريحني جدا. ومع ان في 3 حاجات، في 3 اقسام: لون غامق، ولون فاتح، ولون شمع تقريبا. لحظة اوريكم هو ال3. انا مستغربه له اللي هو الاخير ده، اللي هو فاتح خالص ده، مش عارفه، مش بيثبت الحاجه خالص، مش عارفه ليه مش بيثبت التابلت، فانا بطلت استخدمه اصلا. وبعد كده الفرش وحشه جدا، فرش تخينه وخشنه ومش بتحط اي حاجه، تحسي بتمتص المنتج. ما بقيتش استخدمها بالفرشه دي. بس هو المنتج ذات نفسه واللون البني اللي انا بقولك عليه بيبان طبيعي جدا وبيبان حلو، هي سعرها مناسب جدا. يعني هي تقريبا 55، فكانت اكيد من مفضلاتي. بعد كده الماسكارا دي من ميبلين، سوري. ماسكارا حلوة جدا، انا مش عارفة اسمها تنطق ازاي، بس هي من ميبلين. حلوة جدا، بتطول وبتخن، يعني بتخن الرموش او بتقل الرموش يعني، ومش بتكلكع. يعني انا كانت مشكلة عندي الرموش بتاعتي لما بحط اكتر من طبقة، لو بحط طبقتين بس بحس ان هو بيكلكع وبيعمل حاجات، بيكلكع وبيلزق الرموش. لكن الماسكارا دي ما بتعملش كده، فكانت حلوة جدا. وميبلين طبعا معروفة بالماسكارات بتاعتها، بتبقى حلوة جدا. برضو عايزة اقول القلم الكحل بتاع ميبلين نفس النوعية، اللي هو الجل، القلم الكحل العادي. انا وريتهولك قبل كده، بس للاسف هو خلص مني ورميته، ويعني عايزة اجيب بس مش لاقية في السوق. برضو كان مفضلاتي. وهما الاتنين بصراحة حلوين جدا، وهما الاتنين كانوا برضو اسعارهم حلوة. يعني دي تقريبا 55 والتاني برضو 40 او 45، حاجة زي كده. فحاجات حلوة بالنسبة لجودتها طبعا. بعد كده في الايلاينر ده من اماندا. حلو جدا. هو فرشته رفيعة خالص، فمش هيكون سهل ممكن يكون سهل لو انت بتعرفي. يعني انا حاسة الايلاينر ده بالذات، يعني كل واحدة وحظها. يعني في واحدة بتعرف ترسم بفرشة رفيعة جدا، وفي بنات لا، لازم ترسم بفرشة تخينة. ده فرشته رفيعة، فأنا عجبني وتعودت عليه. وسواده قوي ويعني سواده قوي وثابت، ما مش يعني ساعات كده الايلاينر ساعات بيسيح، لا ده مش بيسيح، فكان مريحني جدا. وهو سعره مناسب برضو، حوالي 30 أو 35. المفضلات السنة دي 2016. بعد كده هتكلم على الأرواج دي. الأرواج دي أكتر واحد عجبني فيهم، اللي هو الأولاني خالص، الليب جلوس عادي. مش يعني لونه جميل، لونه لكل يوم. هبقى اوريكم لونه بعد كده. وبعد كده في أماندا درجة 43، لون نبيتي، مناسبات،
واماندا معروفة الروجات بتاعتها بتبقى رهيبة يعني. وبعد كده في لونا ده رقم 909. ده احمر احمر يعني، الاتنين دول مناسبات بس ده لكل يوم، ودول كانوا اكتر ارواج استخدمتها السنة دي واكتر ارواج ارتحت لها. هي دي الالوان. اول لون من فوق هو اللون الليب جلوس اللي زي ما قلتلكوا عليه كل يوم، لون حلو جدا، لون رايح على يعني بينك رايح على بني كده، فانا بحب الالوان دي وبحسها طبيعية جدا للصبح. بعد كده اللون اللي في النص اللي هو بتاع اماندا، يعني تقريبا نبيتي، فحلو جدا المناسبات واللمعة بتاعته حلوة. بعد كده اماندا اللي هو الاحمر، لا سوري، لونا هو اللي تحت خالص، احمر احمر. فانا هقولهم بالترتيب. الاولاني ده اللي هو ملهوش اسم ومش ملهوش درجة، مش عارفة ازاي، واللي في النص هو اماندا، واللي تحت خالص هو لونا. كانت برضو من مفضلاتي الطقم الفرش ده. طقم الفرش ده مش من براند، مش من نيكد يعني، بس كان عاجبني جدا ان هو 12 فرشة، ففيهم حاجات كتير فيهم، يعني الفرش تستخدم في اي حاجة يعني براحتك، بس في واحدة للباودر، في واحدة للبلاشر، في واحدة للفاونديشن، في واحدة يعني للدمج للعين، في 2 اي شادو، وفي حاجات تاني كتير، وفي واحدة للحواجب. فحباها جدا الطقم ده، وان هو بس ب55، يعني تخيلي يعني 12 فرشة ب55 جنيه، يعني تقريبا كده بأقل من 5 جنيه او يمكن 4 وحاجة. فالطقم ده وفرشه ناعمة اوي، هي يعني نعم الجودة مش عاملة يعني مش قوية اوي، يعني ممكن الاقي شعرتين او كده، بس يعني سعره يعني حاجة مقبولة جدا، فمريحني جدا. وهو يعني الفرش ناعمة جدا بصراحة، وكان اكيد من مفضلاتي ان هو سهل لي حاجات كتير قوي، وبقيت اعرف اعمل يعني اعرف اعمل برونزر كويس، وساعات بعمل كونتور بنفس فرشة البرونزر، فحاجة حلوة جدا، كانت اكيد من مفضلاتي. بس هو ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان هو يكون عجبكم. انا عارفة ان هو مش يعني المنتجات مش كتيرة قوي، بس انا يعني مجربتش حاجات كتير جديدة قوي السنة دي. انا لما اشتري حاجة بحب ان انا التزم بيها ومعودش اجرب يعني. بس اتمنى ان هو يكون عجبكم الفيديو. عجبكم، لو عجبكم متنسوش تعملوا اعجاب واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. واتمنى ان سنة 2017 تكون سنة سعيدة عليكم وتحققوا فيها كل اللي انتوا عايزينه. انا اسراء، واشوفكم في فيديو جديد.